السلام عليكم ورحمة الله. الكبير يبقى كبير، واللقطة رياض محرز هذا اليوم تؤكد للجميع أن حبه للسيتي فوق كل شيء. غوارديولا هو المسؤول عن خسارة السيتي أمام برينتفورد لأنه قام بتغيير واحد في الدقيقة 86 رغم غياب التهديف، واستطاع برينتفورد عزل دي بروين عن بقية الفريق بالضغط عليه. لا أدري لماذا لم يعتمد بيب غوارديولا على النجم رياض محرز. رياض قدم مباراة كبيرة ضد تشيلسي، وكان من الأجدر أن يلعب اليوم ليواصل في النصف التصاعدي. وفي لقطة رصدتها الكاميرات عندما دخل فيها رياض محرز إلى أرضية الميدان عندما كان يقوم بعملية الإحماء، وهذا يدل على أن رياض محرز كان منهمكا بأحداث المباراة ونسي نفسه ويريد فوز السيتي. ومثل هذه المواهب لا تترك أبدا على دكة البدلاء، ولن يضع لك هذا الفيديو إلا من اتفق مع كلام هذا.